بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. الفيديو رقم 3 النهاردة هنشوف ازاي نقدر نجيب شغلانة. في الأول خالص انت المفروض تشوف انت بتحب ايه. هل انا راجل بحب اكون ملتزم بصحى الصبح وارجع لآخر اليوم، ولا انت اتعودت على ايه؟ حابب تمشي حياتك ازاي؟ حابب ان انت تكون مثلا في استقرار، المرتب بيجيلك كل اول شهر، مش عارف ايه الحاجات دي. لا انا مش عايز الطريقة دي، ده انا عايز عادي، مش مشكلة عندي ان انا اكون في فلوس باستمرار، مش عايز ان انا اكون بصحى الصبح، انا عايز ابقى شغال مع نفسي. كل واحد بيفكر، اهم حاجة ان انت يكون عندك المهارة المناسبة وتختار المكان الصح بالنسبة لك اللي يريحك نفسيا، لان انت نفسيا لما بترتاح بتبقى احسن في الشغل وبتعرف تنجز مصلحة يعني. تعال نشوف ايه انواع الشغل عندنا عاملة ازاي. عندنا شغل الفريلانس وشغل الشركات. تعال نعمل مقارنة بينهم واقول لك انا بميز ايه، واقول لك على احسن حاجة تشتغلها. يعني انا هقول لك على الحتة اللي لو عرفت تعملها يبقى انت فعلا مميز ومن افضل الناس اللي موجودة وانت في نعمة كبيرة. واوعى يعني تستاهل النعمة اللي انت فيها، لان كتير اوي مش هيكون لاقيها زيك يعني. طيب، الفريلانس هو انت عندك مرونة، عندك وضعك كده وحد كويس. التنوع في المشاريع، انت بتشتغل على المشروع من الاول للاخر وبتاخد المشروع بكل تفاصيله، فده بيديك خبرة كويسة وده بيخليك تتعامل مع عملاء اكتر وتفهم السوق ماشي ازاي، وبتنقي العميل بتاعك في الاول وفي الاخر يعني. عايز عميل من السعودية، عايز عميل من الامارات، اللي انت عايزه. وهنتكلم برضو في جزء ازاي تحدد السعر بتاعك في الفيديو اللي جاي، عشان ده سؤال صعب وناس كتير قوي ما بتعرفش تعمل الموضوع ده، واصلا ممكن توقف شغل عشان مش عارفة تحدد هي تاخد كام ولا تعمل ايه يعني. الدخل المتغير، انت مش كل شهر زيه زي الشهر اللي فات زي الشهر اللي جاي، لا. انت ممكن يبقى عندك شهر فيه شغل، وشهر الدنيا مش احسن حاجة، وشهر تاني مش ملاحق على العملاء. فانت ونصيبك يعني. بس الحلو اللي فيه ان انت عندك حاجة اسمها الاستقلالية. انت مدير نفسك، تشتغل وقت ما تحب. عايز تنزل النهاردة تروح النادي، عايز تنزل تقعد في حتة انت براحتك وقت ما تحب. زمالك رايحين النهاردة يلعبوا مثلا حجز كورة، خلاص يلا بينا نتحرك مع بعض، انا ما عنديش مشكلة. بس هو ده مش صح يعني، بس انا بقول لك ان انت في العموم لو ما تحب تسيب الشغل هتسيب الشغل. زهقت مرة واحدة انا ماشي، بس خلاص انا هسيب الشغلانة دي بكرة ابقى ارجع لها يعني. تعال نشوف ايه شغل الشركات بيبقى ماشي ازاي. شغل الشركات في مصر ده، في مصر خلينا نتكلم في مصر، اقسم بالله حاجة اعوذ بالله يعني. ما انصحكش انك تشتغل في مصر خالص. ده مصر دي يعني، بص، شغل الشركات في مصر هو عبارة عن ناس كلها تحسها بتنتهي من بعضها. الناس كلها طالعة الصبح، كل واحد حاطط في دماغه ازاي يأذي اللي حواليه، ازاي يطلع هو البابا. ده الشغل في مصر يعني. طب عموما الاستقرار، عايز تبقى مستقر في الوظيفة وان انت يبقى عليك مرتب ثابت والحاجات دي، بس هو في مصر مفيش الكلام ده. والله في مصر مفيش الكلام ده. انت يا باشا في الوظيفة بتاخد اول 3 شهور مرتب، وبعدين يقولك معلش سامحنا في شهر تأخير. الشهر اللي بعده انت المفروض مرتبك ينزل يوم واحد، يروح منزلهولك يوم 15. مش عارف إيه. فانت كده كده ما خدتش استقلال الوظيفي يعني. انت لو اشتغلت فريلانس كده انت بتعمل لك حتة كده بتاخد 1000 جنيه، بتعمل لك حتة بتاخد 2000، فاهم؟ بالنسبة لي يعني ان انت تبعد عن مصر ده اهم نقطة يعني. انا عندي قصة كده في الحوار ده. كنت بقدم على شركة، فالشركة بعتولي في الأول انترفيو مع الاتش ار. خد قاعدة كده في مصر، مفيش حد بيحترم مواعيدك. هو أهم حاجة عنده ميعاده. هو بيحط مثلا في الساعة 5 6 هيخش يقدموا على الشغلانة دي، واللي موجود بيخش، أو اللي مش موجود بيدخل اللي بعده. فسي مثلا ال6 دول لو كل واحد خلى نص ساعة، فهما ايه، أول 2 بس اللي هياخدوا ساعة مع بعض. طب انت حطك رقم 3، طب ما خلاص هتستنى شوية. طب يا عم لا، احنا متفقين على ميعاد معين. خلاص والله الاتنين اللي قبلك جم. هو بيحط ساعة كده ل6، ولو الاتنين جم بيرحل بيرحل بيرحل. فهو ما بيحترمش وقتك خالص يعني. هو ما بيقدرش وقتك، هو بيقدر وقته وما بيقدرش وقتك. المهم دخلت عملت انترفيو مع الاتش ار دي، مع ان المفروض انا راجل ديفلوبر ما اخشش مع اتش ار يعني. فدخلت مع الاتش ار يا سيدي.
طب انت بتشتغل ايه؟ طب انت مش عارف ايه، يعني هم جايبين واحد يقدم على وظيفة مش عارفين بيشتغل ايه. طب الحاجة اللي انت عملتها، طب انا مش فاهمة، هدخلك مع حد من ايه، من التيم. دي نقطة مصيبة. يعني ايه ادخلك مع حد من التيم؟ المفروض تدخلي لي مع حد من التيم ليد. التيم ليد نفسه الراجل اللي هو هيمسكنا ويوزع لكل واحد التاسكات، هي تدخلني مع حد من التيم. دي غلطة في ايه؟ ان انت في التيم طبعا الراجل ده افترضنا ماشي بكرة، افترضنا راجل ميوله مش مظبوطة، لما يشوف واحدة ست خلاص، لو شاف بنت هتشتغل ممكن يرفضك، وانت كفاءة والكلام ده كله. ممكن هو اصلا ما يكونش عنده الخبرة الكافية ان هو يحدد هل انت كويس للشغلانة ولا لا. عموما ده الموقف اللي حصل معايا، ومرضتش اكمل معاهم وسبتهم يعني اوي. يعني عموما احنا برضه هنتكلم عن السعر في مرة تانية يعني في الفيديو اللي جاي. الميزة اللي فعلا موجودة في الشغل العمل الجماعي، دي ميزة بصراحة يعني. تعرف على ناس وناس تساعدك والكلام ده كله، تتعلم منهم والحاجات دي. الترقية والتطوير دي بتبقى برضو حتة حلوة، ان انت هتبطل تكتب كود في وقت من الاوقات وتبقى انت بس مدير على ناس بتوزع لهم التاسكات بس. دي محتاجة خبرة شوية يعني. تعال نشوف النقطة اللي بعدها. بيقول لك ايه يا معلم، الجزء ده انت ازاي المكان اللي هتلاقي فيه شغل. عندك السوشيال ميديا، ان انت يبقى عندك فيسبوك وعندك لينكد ان، وتبدأ تدور. لينكد ان هتلاقي الاعداد كتير فالمنافسة فيه صعبة شوية، بس انت لو مميز هتلاقي. الابورك ومستقل نفس الموضوع، لو انت مميز هتلاقي. حاول تتابع الناس اللي زيك، شوف الناس المشاهير في فلاتر، شوف الناس المشاهير في اي حتة، وشوف سعر ساعتهم بكام، وانت خليك ربع سعر الساعة، او خليك على الاقل يعني رقم قليل. اه والله لقيت شغلانة اشتغل يعني، ربنا يكرمك بإذن الله. النقطة التانية في مصر، التالت نقطة دي في مصر، الكوميونيكيشن والريكومنديشن دي مش في مصر بس الصراحة، هي في العالم كله. اللي يقدر يرشحك في شغلانة انت ممكن تخش وانت على الابيض. في دول الخليج لا، صعب ان انت تكون على الابيض، انت لازم تكون شاطر. بس في مصر ممكن تخش الشركة وانت على الابيض، عشان مثلا اخوك موجود، قريبك موجود وهو اللي رشحك، واحد زميلك هو اللي رشحك. فانت ايه، خد بالك ان انت تعمل علاقات كويسة مع الناس، عشان لو حابب تشتغل في مصر هو ده اللي هيشغلك. حتى شغل الفريلانس برضه هتلاقي واحد صاحبك شغال فبيحتاج حد يساعده فيشغلك معاه. بعدين عندك البورتفوليو والسي في. البورتفوليو ده بتقدم بيه في الشغل اللي هو فريلانس، السي في ده بتقدم بيه في الشغل الشركات. البورتفوليو ده اكتب فيه اللي انت عايزه، حط فيه كل اللي نفسك فيه. انما في السي في ما تحطش بتحط حاجات معينه خاصه بالشغلانه. متنفعش انت تبقى فلاتر وتحط لي داتا اناليسيس وتحط لي مش عارف ماشين ليرن وديب ليرن، لا انت فلاتر يبقى انا فلاتر. انما في البورتفوليو حط كل المشاريع، حط كل اللي انت عايز تحط فيه. تعالى نلخص الفيديو، بس قبل ما نلخص الفيديو تعالى اقولك على الحاجتين اللي كنت بكلمك عليهم في الاول، اللي هو انا بفضل ايه، والحاجة اللي انت عملتها تبقى انت البابا وتحمد ربنا عليها. بفضل الفريلانس طبعا، انت تبقى حر نفسك يا باشا. الشركات في مصر وحشة صعبة، قلنا عيوب يعني ملهاش نهاية. الحاجة اللي انت بقى لو عملتها تبقى البابا، تدور لك على شغل من مصر في شركة في السعودية او الامارات بس. دي اسمك ريموتلي، يعني بتشتغل من هنا مع شركة مش مع أفراد. الشركة دي يعني يا باشا في توقيع اتفاقيات، في مرتب جالك أول الشهر، في مرتب بالدولار مستمر، حوالات بقى والكلام ده كله. تبدأ بقى توقع على شوية اتفاقيات وتوقع عقود يعني، ووضع مختلف خالص عن شغل الأفراد. وفي نفس الوقت معاك التيم وورك ومعاك الناس الحلوة، وتتعلم من بعض وتخش مع بعض ميتينج واتنين وتلاتة. هنا بقى دي الحتة الحلوة، دي الإيجابية اللي في الموضوع. يبقى أنت خدت اللي هنا واللي هنا، واسمك قاعد في البيت وتصرف من رقم. يعني تقريبا أنت هتصرف ربع الرقم ده. يعني لو أنت مثلا بتاخد 500 هتصرف مثلا 200 والباقي ده هتشيله. أنت فاهم الفكرة؟ وهنتكلم عن موضوع المرتبات عامل ازاي يعني بالنسبة للدول يعني، والدول دي والكلام ده كله. بس هي كلمة هقولها لك، يعني الدول دي ما بتنصبش عليك زي مصر. يعني الشركات في مصر صعبة، الشركات في مصر كل واحد بيحب يوفر، انما الدول دي هيتعبك وهيطلع ميتينك في الشغلانة، بس انت هتاخد فوق حقك وزيادة مرتين او مرة كمان. بس عشان توصل ليهم لازم تكون فعلا قوي شاطر بمعنى الكلمة، يعني تكون مميز عن اللي حواليك.
الفيديو ده كان ملخصه، اتكلمنا عن النوعين واتكلمنا عن الدخل والحاجات دي كلها. اهم حاجة ان انت ما تستعجلش، هما مش هيموتوا عليك، والله هما مش هيموتوا عليك، فما تستعجلش، اتعلم كويس، اعمل اكتر من بروجكت محترم عشان لما تخش تقيل، تخش عليهم بتقلك. حتى لما تشتغل فريلانس يبقى انت معاك الحاجة اللي تخليك تتكلم مع العميل براحتك، عشان تطلب من العميل اصلا ربع المبلغ تمن الشغلانة يعني. عشان يثق فيك لازم يشوف منك شغل قبل كده، ويكون انت حد كويس فعلا واشتغلت على مشاريع، وتثبت له ان انت فعلا راجل ثقة. بتعامل مع ناس كتير بيقول لي طب انا اثق فيك ازاي، بقول له ادي شغلي، ادي حاجات، ادي تفاصيلي، كل ده يديك الثقة ان انا مش هضحك عليك. انت كده كده بتشتغل وبتاخد فلوس، هتعمل ايه بالكود؟ انت اشتغلت وخلصت، فتديله الكود بتاعه، يعني اديله شغله مش الكود قصدي، اديله شغله ويخلص. انما هو ممكن فعلا ياخد الشغل وما يديكش فلوس، انما انت هتشتغل وهتديله شغله وتاخد مقابل كده فلوس، مش هتنصب عليه، غير لو انت اصلا ما بتشتغلش وبتنصب على الناس، دي حاجة تانية خالص يعني. بس فنقفل الفيديو على كده، والحمد لله يعني. لو عندك اي سؤال، اي استفسار، اي نقطة، ابعتلي ونظبطها ان شاء الله مع بعض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.